السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في افضل الاحوال ان شاء الله. اليوم غنقدم معكم واحد الفقاس تيجي خطير، تيجي لذيذ واقتصادي، ما فيهش قوة المقادير، ما فيهش قوة التعقيدات. ان شاء الله نبداو ان شاء الله باذن الله في المقادير. غادي ينفعنا في هاد الايامات ديال الدخول المدرسي مع الوليدات، مع فيه شحال من حاجة مفيدة للجسم ديالهم. وان شاء الله نبداو في المقادير طريقة التحضير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نقدم معكم واحد الفقاس يجي خطير، غادي نشاركو معكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ونبداو ان شاء الله بلا ما نطول عليكم، نبداو ان شاء الله في المقادير. عندنا في المقادير اول حاجه واحد 4 ديال البيضات، عندنا واحد الشاشيه ديال الزهر، وعندنا وحده عاديه، عندنا جوج. وإلا ما عندكمش ديروها عاديه، ما عندكمش ديال الزهر. وعندنا واحد 2 خمارات، وعندنا واحد الكميه ديال اللوز، غادي نديرو الفقاس باللوز، كميه ديال اللوز. وعندنا النافع وحبه حلاوه هنايا. وكاين هنايا الجاج، لان انا هادشي اللي كاين عندي ديال الجاجان هو اللي درت، ماشي مشكل هذاك الشيء. عندنا كاس ديال الزيت، كاس صغير ديال العنبه هذا. الا بغيتو تضاعفوا المقادير ضاعفوهم، هذا كاس ديال سنيده. وعندنا واحد القريصه ديال الملحه. وغادي نبداو ان شاء الله باذن الله. غادي نبداو غادي نديرو دوك 4 البيضات، يكونوا بحراره المطبخ. ما كانوش بحراره المطبخ جبدتوهم ديريكت، غسلوهم بشويه ديال الماء دافي، طلقوا عليهم باش يسخن الماء في الروبيني. ديروا شيلوهم بهم. انا هاد الطريقه تنديرها تصدق ليا مزيان. نديرو شاشيه ديال الزهر وشاشيه ديال الفاني. الا ما عندكمش تقدروا تكتفيو غير بالفاني. نديرو واحد قبصه ديال الملحه، باش نحسنوا الذوق ديال الفقاس ديالنا وصافي. وغادي نخلط هادشي هذا مزيان، وغادي نرجع معكم. غادي نضيف معاهم سنيده باش تخلط كلشي مزيان. هذيك الشاشيه ديال الزهر طريقه زوينه، وعاد غادي ندير واحد 2 معالق ديال الزهر. وبالنسبه للوز البنات تنفزقوه بالماء في الزلافه، تنفزقوه ومن بعد تنصفيو هذاك الماء، هي تنشلوه باش تحيد منه ديك الغبره. من بعد تنشفوه مزيان باش يجي الزيف نقي، وتنشفوه مزيان، تنمسحوه بحال اللي تنمسحوه. باش نديروه باش ما تفزقوش بالزهر. انا جربت هذيك النهار درتو بالزهر ما شكتوش معاكم، درتو بالزهر وصدق ليا ما جاني اللوز المذاق ديالو رطب ما تقرملش. من بعد ما تخلطوا ليا هاد البيض مع سنيده ومع الشاشيه ديال الفاني وقريصه الملحه وسميتو، دابا غادي نضيف الزيت. غادي نضيف الزيت نديرهم وغادي نخلط عاوتاني مزيان. بالنسبه للنافع والحلاوه ندير 2 معالق حبه حلاوه و2 معالق نافع. دابا غادي نضيف هذاك الجنجلان، داك النافع وديك حبه حلاوه. المهم الجنجلان كما قلت لكم البنات ما عنديش، ما بغيتش ولدي تيبغي الفقاس والمربى اللي تنصاوبهم شويه، ما فيها باس. الا كان ناقصك الجنجلان كاين عندك غير شويه ماشي مشكل، بنادم ينوض يدير شي حاجه، ما يبقاش غير
عندي ناقصه، عندي هذه. انا تنجيب كميه ديال الدجاج نص كيلو، تنخلي عندي في الدار بالنسبه على الفقاص ولا على هذاك الفريشلاس البرص. واحد شويه ديالهم. دابا غادي نضيف عليهم الكميه ديال اللوز. انا في الحقيقه كنت تكثر من هذا القياس ديال اللوز، نقص المهم الا بان ليا دابا نزيدو، حيت عندي اللوز كبير والطاجه ديال اللوز كبير، وانا تنبغي داك اللي حجمه متوسط. غادي نزيد هذيك الكميه اللي مازال هذه ديال اللوز وفي يدي الله. ها هي الكميه اللي قلت لكم باقا لي ديال اللوز، غادي نزيد نضيفها. وبالنسبه للدقيق حسب الخليط، انا غنقول لكم القياس ديالو شحال خاصو يدير. ما خاصوش يجي فقاس قاصح ولا يجي قاصح ولا يجي جاري بزاف. انا غادي ندير معكم، نتمنى يكون عندكم اللوز، يكون عندكم اللوز لا ماشي داك الكبير بزاف. دابا غادي نديرو كميه ديال الطحين بالتدريج. انا بالنسبه لهاد الكميه ديال الفقاس ندير 2 زلايف على حساب الدقيق. الا كان تيشرب غندير 2.5 زلافه على حساب هاد القياس ديال الزلايف. والا كان دابا غادي نستمر نخلط بهادي حتى تقصح ليا العجينه، عاد نبدا نخلط بيدي. غادي نزيد الزلافه الثانيه. الخماره البنات غادي نخليوها حتى الاخر. دابا غادي نخلط بيدي كما قلت لكم البنات، غادي نبدا نخلط بيدي. ما تنعجنوش العجينه البنات، غير تنجمعوها. تيبان لي هاد الدقيق هذا ما تيشربش، غادي نزيد نضيف عليه كميه اخرى ديال الدقيق باش نجمع العجينه كامله. هانتوما الخماره، انا درت وحده. غادي نضيف الثانيه ما غنديرهاش كامله، بحال غادي ندير خماره ونص. غندير 8 غرام و 4 غرام. دابا غادي نجمع الخليط كامل وغادي نرجع معكم ان شاء الله. المهم البنات العجينه خصها تكون تتلصق في اليد، تبقى لاصقه لكم في يدكم. هانتوما تتلصق في اليد. غنغسل يدي وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونرجع معكم باش نشكلهم حراب. كما قلت لكم البنات، منين دهنت بيدي بالزيت صافي حتى تولي العجينه تتشكل ليا تتلصق ما والو. المهم انا قسمتها على 3، غندير 3 الحربولات. نتوما تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو. كانت حاجه شي فقاصه وشي حاجه راه شي لوزه، سمحوا لي، شي لوزه راه ندخلها لداخل ونعاود نديرها. كما قلت لكم البنات، هذاك اللوز الكبير ما ديروش، انا راه ما لقيتش البديل. ما بغيتش نصيفط عاد ولدي نقول له جيب لي لوز، شي عطاك شي لوز قديم ولا شي حاجه، هذاك الشيء علاش. المهم غادي نقديو به عندي، ولكن مقليه في الكونجيلاتور، ما يمكنش غادي ندير هذاك المقلي اللي عندي. هانتوما البنات من بعد تنضغطوا عليهم واحد شويه بحال هكا باش ما يتفرقعوناش في الفران. دابا غادي ندهنهم شويه ديال، غادي ندير شويه البيض ونسكافي وغادي ندهنهم. المهم البنات من بعد راه درت واحد هذاك الصفر ديال البيض
ودرت معاه شويه ديال نيسكافي وشويه ديال الخل، نقيطه د الخل، نخلطوهم مزيان باش دابا غادي ندهنوهم البنات. تنجيب واحد الابره تكون عندنا جديده، المهم ما فيتينش حرقنا بها ولا شي حاجه هذه ليها الحل، ما كاينش شي حاجه ما ليهاش الحل. الانسان يتعلم، وحنا في الدنيا تنتعلموا، ما حدنا في الدنيا وحنا نتعلموا. شريطو عادي غادي نشاطوه. انا الابره كما قلت لكم ديما عندي فيها الخيط باش ما تتلف لياش. البلاصه اللي لقيتو فيها تديروا لهم البنات كما بغيتو، الشكل اللي بغيتو ديروا لهم تديروها خطو بحال هكا. انا تندير لكم شي حاجه ساهله اللي ما فيهاش. ونديرو في الفران ونرجع معكم. الفران كما قلت لكم مشعول الفوق والتحت. تنديرو انا في 150 درجه، عندي ديال الضو الفران 150 درجه الفوق والتحت، تيبقى المده ديال ساعه حتى تيطيب من جوج الجهات، تبقى محمر من الفوق وشاد راسو ماشي باقي رطب ولا شي حاجه. فانو غنوريكم كي غندير له، غنغطيه ونوريكم. غادي يعرق، ترجع عليه الحراره. ندير هاد القرطه صغيره، غادي ندير هكا، غادي نقطعو، غادي نديرو بيدنا. نتمنى يكون باين لكم. هانتوما البنات كي تيجي ما شاء الله. واخا يبان لكم شقاق ولا شي حاجه ما تخافوش منه، المهم هو التقطاع، تحاولوا عليه في التقطاع. هانتوما البنات غادي نقطع شويه ونرجع معكم. هانتوما البنات كي تيجي، هانتوما ما شاء الله تنضغطو مزيان. هانتوما البنات المهم البنات غادي ندخل هاد الكميه للفران ان شاء الله ونرجع معكم بعد ما يتحمر. هانتوما البنات الفقاص ديالنا بعد ما وجد، هانتوما تيجي غزال ما شاء الله، تيجي مكرمل. هانتوما تشوف تيجي مقرمش ما شاء الله عليه. تعجبكم لا فيديو ونال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على الدعم وعلى التعاليق ديالكم الزوينه والرائعه واللايكات وكل الحاجه تقدموها لينا. شكرا لكم بزاف. بحال اللي تنتكلم غزال ومقرمش، هذا هو الحاجه اللي تيبغي بنادم، تيبغي هذيك القرمشه فاش تيعد في الفقاصه تتقرمش. ما شاء الله راه باقي سخون، تيجي غزال ومقادير بسيطه جدا، ما فيها لا كثره التعقيدات ولا كثره المقادير. نتمنى ان شاء الله البنات يعجبكم ونال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم البنات على الدعم ديالكم، على التعاليق ديالكم الزوينه ولا كل حاجه تقدموها لنا. جزاكم الله كل خير. حنا قنوات صغار وتنتمنى ان شاء الله بكم نزيدوا القدام، والله يجزيكم بالخير. وشكرا لكم بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.